18 سنة. ثالثة اقتصاد وخدمات في معهد ليلي شاكر. دخلت عمري 15 سنة بفيلم الإدمان. شاركت به في الملتقى الوطني للسينما المدرسية بتونس، وتحصل الفيلم هذا على جائزة ثانية. كرة اليد. بالنسبة لتونس سينوري بوزيد. ضافة العابدين. على كف عفريت الكوثر بن هنية. أمريكا. تعني لي بداية النجاح وحاجة بوزيتيف تخليني نزيد نقدم ونواصل ونخدم على الروح. نوصل للعالمية. خدمت معي عباد ما كانوش على أقل مستوى. من أكثر الصعوبات اللي واجهتها رخص التصوير والحصول على بطاقة الاحتراف. طرح قصة بطل عالمية عمرها 17 سنة من قعفور. فيلم الحديدية تحصل على الجائزة الأولى في المهرجان الوطني للفيلم القصير بقعفور، كنت أصغر مشارك. تجارة بالفتيات. إن شاء الله الفيلم بينتو في قاعة السينما. خدمت على دو كاتيجوري، أنا خدمت على إيجابيات المرأة في فيلم المرأة الحديدية، وخدمت على السلبيات متاعها في فيلم شرف المرأة. فيلم راجل أمي سيت ان كور ميتراج. سيناريو عامر عز الدين وفكرة اسكندر القاسمي، بطولة سيرين قريعة ورمزي بلاج وانتصار حمدي. إن شاء الله بينتو في قاعات السينما، وإن شاء الله علاش لا نشاركوا به في مهرجانات وطنية ودولية. والله حاجة تشرفني وتخليني نخدم ونواصل ونقدم ونحاول نخرج ما عندي، وشرف لي كيف أني نتكرم مع السيد لطفي بوشناق ومع الممثلة القديرة أمال صفقة، ربي يفرج عليها. وشكرا جزيلا سي عدنان بوعصيدة مدير كونكت ريانا على الاستضافة، وشكر جزيل زاد سي يسري بوعصيدة الخبير الدولي في الميدان السمعي والبصري. حاجة تفرحني برشا عباد يقولوا أصغر مخرج في تونس يراوها حاجة خايبة، بالعكس أنا حاجة بوزيتيف. أصغر مخرج في تونس مش في الخبرة، جست في العمر. ميساج لبرشا عباد. تونس. هوليود. تواضع. حب. والله يا عائلتي فرحانين ياسر بالدومين اللي أنا فيه وبالمرحلة اللي وصلت لها. وإن شاء الله نكون على حسن الظن وعلى حسن الثقة اللي عطوها لي ما عندها. نحبك. لأمي. رسالتي للشباب وخدموا وحاولوا أنكم تحققوا أحلامكم مهما عرضتكم مشاكل. ما تأيسوش وما تحاولوش تدخلوا العالم واحد آخر كيما الدروغ، كيما الإرهاب، كيما الحرقة. دونك اصبروا، والصبر مفتاح النجاح. نحب نقدم تحية للناس اللي دعمتني والناس اللي تلمذت على يديهم. نحب نقدم تحية لعائلتي، لصحابي، للناس اللي وقفوا معايا من الأول. نحب نقدم تحية كبيرة ياسر
للناس اللي نقدتني، لأنه النقد هو مفتاح النجاح. وشكرا على الاستضافة، وميرسي.